ازيكم يا جماعه؟ ابل اطلقت النسخه التجريبيه الخامسه من اي او اس 26. تعالوا اقول لكم عن المميزات الجديده من ابل. تابع الفيديو للنهايه. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا بينا. اول حاجه بالنسبه للاجهزه المدعومه للاي او اس 26 من اول ايفون 11 وانت طالع. وبالنسبه للمساحه فجت بحجم 10 جيجا ونص على ايفون 15 برو ماكس. والمساحه دي بتختلف من جهاز لجهاز ومن اصدار لاصدار، يعني على حسب الجهاز بتاعك ممكن الحجم يقل لو انت اقل من ايفون 15 وممكن يزيد لو انت اعلى من ايفون 15. وكمان الاصدار اللي انت عليه. والحجم ده جالي وانا جاي من النسخه التجريبيه الرابعه من اي او اس 26. بالنسبه لرقم البناء، لو دخلنا كده على الاعدادات وعام حول ودخلنا على سوفت وير، هتلاقي رقم البناء بينتهي بحرف الجي، وده معناه ان احنا خلاص قدامنا اسبوعين 3 وينزل نسخه الار سي، وهي النسخه النهائيه من التحديثات التجريبيه بتاعت المطورين. بعدها على طول بينزل باسبوع النسخه الرسميه. نيجي بقى للمميزات. واول حاجه ابل عدلت في نظام السائل الزجاجي في الانيميشن الحركه، زي مثلا لو دوست دوسه مطوله على ايقونات زي كده في الشاشه بره، هتلاقي زرار الحذف او علامه الناقص دي بقت بالشكل الزجاجي او بالشكل ليكويد كلاس، عشان تكون متقاربه مع نظام اي او اس 26 وكل حاجه بنظام السائل الزجاجي. كمان ما تيجي تفتح الجهاز بقى فيه انيميشن جديد، يعني لو جيت اسحب بالراحه كده الشاشه هتلاقي الايقونات زي ما انت شايف كده نزلت بهدوء. طيب لو جيت ارفع الشاشه بسرعه اكتر، يعني لو عملت كده هتلاقي الايقونات زي ما انت شايف كده على حسب السحبه بتاعتك، فبتتفاعل معاك الحركه او الانيميشن بتاع الجهاز او فتح اللوك سكرين. كمان مش بس كده، لو نزلنا كنترول سنتر هتلاقي فيه انيميشن جديد او تفاعل جديد بيحصل معاك وانت بتنزل الكنترول سنتر. كمان لو اتنقلت هتلاقي الانيميشن الجميل ده والسلاسه والنعومه اللي بتحصل وانت بتتنقل في الكنترول سنتر. بصراحه شكلها رايق قوي. ده غير كده ان انت لو قفلت الجهاز وجيت تفتح الجهاز عن طريق الباسورد، بص الانيميشن الجديد، شفت شكل الارقام وهي بتظهر كده، ده برضو من ضمن التعديلات اللي حصلت في النسخه التجريبيه الخامسه. فدي حاجه بتدل على حاجه واحده، ان النظام ده هيكون مستقر. استحاله ابل تعمل الانيميشن ده او السلاسه دي غير لما تكون عارفه ان الاجهزه بتاعتها هتكون يعني سلسه بشكل كبير. فخلينا نقول كده ان ابل ناويه ان الجهاز يكون سلس طبعا، بما ان الانيميشن او الحاجات البسيطه دي لازم يكون الجهاز شغال باعلى كفاءه. مش هيظهر او مش هتحس بالانيميشن ده غير لما يكون الجهاز فعلا قادر يشغل حاجه زي دي. فبالنسبه للايفون 11 وانت طالع، فاكيد ابل عامله حسابها في حاجه زي دي، وان الايفونات دي هتشتغل بكل سلاسه بالنسخه الرسميه. الكاميرا كمان ابل ضافت فيها اعداد جديد، انك تقدر ترجع طريقه تنقل الاوضاع بين الكاميرا زي الاول. تعال نشوف الموضوع ده ازاي. لو دخلنا كده على الاعدادات ودخلنا على اعدادات الكاميرا نفسها ونزلنا تحت خالص، هتلاقي حاجه اسمها كلاسيك مود سويتشنج. لو فعلنا الموضوع ده تعالى كده اشرح لك ايه الفكره. يعني الفكره ان انت لما بتتنقل بين اوضاع الكاميرا، مثلا انا سحبت يمين فالسحبه، يعني انا سحبت كده هو بيسحب كده زي ما انت شايف كده. يعني لو ركزت هنا وركزت على ايدي هتلاقي بيسحب العكس. طيب لو قفلت الموضوع ده واجي اسحب كده هتلاقيه بيسحب كده، يعني بيسحب في نفس الاتجاه اللي انا بسحب فيه. فانت شوف ايه اللي يريحك. ده غير كمان الايقونات شكلها رجع بقى صغير تاني. في الاول ابل كان في اي او اس 26 من اول النسخه التجريبيه الاولى للنسخه التجريبيه الرابعه كان الايقونات كبيره زياده عن اللزوم، وفي ناس اشتكت من الموضوع. ابل رجعت الايقونات لحجمها الطبيعي زي اي او اس 18، فالايقونات رجعت بالشكل السيمبل المتوسط، لا صغير قوي ولا كبير. ده غير ان في شويه ايقونات اتغيرت زي الايتونز وكمان الاير دروب. لو دخلنا كده على اي صوره زي ما انت شايف كده لوجو الاير دروب او ايقونه الاير دروب اتغيرت للشكل ده. ده غير شويه ايقونات اتغيرت على مدار اي او اس 26 زي ايقونه الكاميرا، ايقونه الساعه، ايقونه الايتونز وايقونات غيرها. كمان ايقونه برنامج جيمنج اتغير كمان وبقى شكله احسن من الاول. كمان تطبيق الميل حصل عليه اضافه جديده. لو دخلنا كده على الميل هتلاقي حاجه اسمها السيلكت دي او التحديد، ما كانتش موجوده في الاول. ابل لغتها ورجعتها تاني في النسخه التجريبيه الخامسه. كمان نفس الفكره لو جينا نضيف اي خلفيه ودوسنا دوسه مطوله ودوسنا زائد هتلاقي ايقونه جديده وهي التراجع اللي هو كانسل، يعني تلغي فكره ان انت تضيف خلفيه. لو دخلت بالغلط مثلا كان في الاول ما ينفعش، دلوقتي تقدر تتراجع عن اضافه الخلفيه وتدوس كانسل، خلاص الموضوع انتهى. كمان تطبيق الموسيقى حصل عليه تغيير بسيط في ظهور القوائم دي. يعني انت لو بتسحب كده القائمه اختفت،
كنت في الاول مجرد ما بتطلع طلعه بسيطه تلاقي القايمه دي ظهرت. دلوقتي عشان تظهر الكاميرا دي يا اما الايقونه دي قصدي يا اما بتنزل تحت خالص تاني كده وتدوس ضغطه كمان، يا اما بتطلع فوق وبتنزل كده وتطلع فوق وتستمر في الطلوع. بيفهم ان انت عايز تشوف البار اللي تحت ده، فهو هنا بيحاول ان هو ما يشتتكش يعني الايقونه دي على قد ما يقدر ما تظهرش وتاثر على مشاهده المحتوى اللي انت بتشوفه في التطبيق. كمان الدايناميك ايلاند حصل فيها حاجه جديده دلوقتي، لما البطاريه بتوصل لنسبه 20% بقى في اختيار ان انت تقدر تفعل اللو باتري مود على طول. مجرد ان انت بتدوس ضغطه بس، يعني بتدوس ضغطه على الدايناميك ايلاند زي ما انت شايف كده بيقول لك تاب تو تيرن اون لو باور مود، يعني ان انت تدوس ضغطه كده خلاص لو باور مود او وضع الطاقه المنخفض اتفعل. كمان الانيميشن بتاع اللي هو اللوجو بتاع البطاريه ده بيعمل زي نبض كده، يعني زي ما انت شايف كده الصوره اللي بعدها هتوضح، مش عارف هتوضح اهو. النبض ده بيظهر يعني بيفضل ينبض كده خلال 3 ثواني في الاشعار اما بيظهر قدامك وبيختفي خلاص، يعني بيظهر بشكل لطيف قوي. كمان الجيمنج مود دلوقتي بقى افضل وبيظهر بشكل رايق قوي. لو دخلنا كده على ماينكرافت او اي لعبه مثلا هتلاقي الجيمنج مود زي ما انت شايف كده ظهر بالشكل ده، ولو دوست دوسه هتلاقيه بيوري لك اعدادات الجيمنج مود نفسه بقى بشكل افضل من الاول. زي ما انت شايف كده بيقول لك ان مفيش كنترولر انت يعني ربطه بالايفون، وكمان تقدر تتحكم في الصوت والاضاءه بتاعه الجهاز على طول عن طريق اعدادات الجيمنج مود نفسه. وهتلاقي فيه شويه اختيارات قدامك كده بيوريك مثلا الجيم اللي انت بتلعبه او اللعبه، والاصدقاء لو في حد اونلاين ولا حاجه تقدر تدعوه. كمان تقدر تفعل الجيمنج مود او تقفليه. كمان بيظهر شاشه ترحيبيه لو دخلت على تطبيقات ابل زي الموسيقى او النوتس او اليوميات او غيرهم يعني من تطبيقات ابل، هيظهر لك المميزات الجديده للتطبيق. يعني المميزات الجديده اللي اتضافت لتطبيقات ابل ده في نظام اي او اس 26 زي ما انت شايف قدامك كده، الاوتو ميكس مثلا في تطبيق الموسيقى وبعض المميزات اللي اتضافت في النظام اي او اس 26. كمان في اكواد اكتشفوها في نظام اي او اس 26 بتدل على ان ابل بتجهز لساعه ابل واتش الترا 3، ودي بالنسبه للمميزات والتغييرات الجديده. بالنسبه للمشاكل اللي اتحلت في اي او اس 26 النسخه التجريبيه الخامسه، فبصراحه في مشاكل كتير اتحلت واداء النظام بقى اسرع في حاجات كتير، بس لسه في بعض اللحظات اللي مش دايما ال 120 هرتز بيكون شغال فيها باعلى كفاءه. من ضمن الاصلاحات اللي حصلت في اي او اس 26 النسخه التجريبيه الخامسه زي كار بلاي بقى افضل من الاول، وكمان اشعار جديد لو فصلت وضع الطاقه التكيفي. كمان في تطبيق الدعم بتاع ابل بقى فيه زرار جديد ان انت تقدر تعمل او تتواصل في الدردشه مع الاي اي او الذكاء الاصطناعي. بالنسبه للاداء بشكل عام الجهاز ما سخنش معايا بعد التحديث على طول، ممكن يسخن معاك انت وممكن لا، انا بكلمك عن تجربتي الشخصيه. وبصراحه الاداء مستقر بشكل يعني مش كويس قوي، بس يعني فوق المتوسط وافضل طبعا من التحديثات او النسخه اللي قبليها. فمثلا لو جينا كده نتنقل بين التطبيقات زي ما انت شايف كده السلاسه موجوده وكل حاجه كويسه، بس لو جيت اتعافى شويه على الجهاز هتلاقي ال 120 هرتز بدا او السلاسه بدات تقل، لازم اسحب بالراحه عشان يعني اللاج ده ما يظهرش. كمان البطاريه بقى ادائها فوق المتوسط في النسخه الرابعه. وبالنسبه للبطاريه فادائها كان فوق المتوسط في النسخه التجريبيه الرابعه، فلسه مش هعرف احكم على البطاريه حاليا، لكن اطمنك ان الوضع مستقر. وبالنسبه بخصوص البطاريه لو دخلنا كده على الاعدادات ودخلنا على البطاريه هتلاقي في ايقونه او زرار جديد ظهر اللي هو تقدر تفعل اللو باتري مود على طول اول ما تخش على اعدادات البطاريه بدل ما بتفعله في وضع الطاقه. ولو دخلنا كده على صحه البطاريه هتلاقي صحه البطاريه 85%، ما قلتش غير 1% على مدار التحديثات دي كلها. بالنسبه اللي انت تحدث التحديث ده ولا لا، لو انت على النسخه التجريبيه الرابعه فانصحك طبعا تحدث للنسخه التجريبيه الخامسه لانها اكتر استقرار افضل اداء، وكل ما بتقدم في النسخه التجريبيه بيكون افضل ليك وافضل للجهاز. ولو انت على نسخه رسميه زي اي او اس 18.6 فخليك زي ما انت ما تنزلش التحديث، لان خلاص ناقص شهر ونوصل للنسخه الرسميه، فطبيعي انت استنيت شهرين فما جاتش على 30 يوم كمان ونشوف النسخه الرسميه وتنزلها. اما عن النسخه التجريبيه السادسه من اي او اس 26 هتنزل الاسبوع الجاي، عكس المتوقع ان كل اسبوعين، لا خلاص ابل جدولها دلوقتي ان هي مركزه على اي او اس 26 ويكون مستقر وما يكونش فيه اخطاء زي تحديثات اي او اس 18. فابل هتكثف الاسبوع ده يعني او الايام الاسابيع اللي داخله علينا دي لغايه يوم 9 سبتمبر عشان التحديثات او الثلاث تحديثات اللي جايين علينا يكونوا خاليين من مشاكل، وابل تحاول تعالج بقدر الامكان المشاكل باسرع وقت.
اما عن اي او اس 26 الرسمي فهيكون في شهر 9 يوم 9 مع نزول ايفون 17. بعد المؤتمر لما يتعلن عن ايفون 17 هتلاقي على طول في نفس اليوم النسخه الرسميه ظهرت. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا. قول لي تحت في الكومنتات لو في حاجه جديده انت شفتها، اكتبها لي تحت في الكومنتات او ميزه جديده يعني. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنساش تعمل لايك وتشير في القناه وتفعل زر الجرس. سلام.